الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. تشهد سوريا وبمعية النظام الحالي، نظام أبو محمد الجولاني، نظام جبهة النصرة، نظام ائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية، نظام الأمويون الجدد. تشهد سوريا الكثير من المهازل ومن الحلقات المسخرة السياسية والمهزلة السياسية التي يقال لها المرحلة الانتقالية. لربما هكذا أمور، هكذا سقوط أو انحدار أو تخبط في الأداء السياسي هو من طبائع المراحل الانتقالية. لكن نظام أحمد الشرع وبالمشرمحي خراها، وضع كل المراحل الانتقالية في تاريخ الأمم والشعوب والمجتمعات، في تاريخ الدول جانبا. ويعني المرحلة الانتقالية بزعامة فخر الأمة، فخر الأمويين الجدد، فخر جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، وضع هذه المرحلة الانتقالية في الدرك الأسفل من تجارب الشعوب. ما نشهده من تخبط وأداء سياسي يفترض أن يكون مش في سوريا، يفترض أن يكون في السودان أو في الصومال أو في ليبيا، هذه البلدان التي تعاني من صراعات أهلية داخلية وتمزقات عميقة أفقيا وعموديا. لكن في سوريا حاليا وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نظام البعث، لا يوجد هنالك ثورة، لا يوجد هنالك تمرد، عصيان على نظام الجولاني. فلماذا هذه المرحلة الانتقالية تعاني من كل هذا التدهور والسقوط والتخبط والطائفية؟ طبعا ما صار شيء، قيل أنه فلول النظام السابق حاولوا العصيان والتمرد على نظام الجولاني، والمجازر التي اقترفها نظام الجولاني في الساحل السوري كانت ردة فعل، كانت نتيجة. طبعا لا توجد هنالك جهات مستقلة محايدة تؤكد وتوثق سردية نظام الجولاني وحاشيته، ما في. لكن لا يوجد هنالك ما ينفي هذه السردية أيضا. إذن المنطقة أو كل ما يقوله إعلام الجولاني لا يمكن المصادقة عليه وتصديقه، وأنه آمنا وسلمنا من هالقصص، إلا من الحاشية وحاشية الحاشية. فالسوريون ليسوا مضطرين على تصديق كل ما يقوله نظام الجولاني من دجل وتضليل وتشويه وتبرير لسلوكيات وجرائم نظام الجولاني. مناسبة هذا الكلام والانتخابات الآن، سوريا لا فيها رئيس شرعي منتخب، لا سلطة تشريعية منتخبة، لا حكومة منتخبة، ما فيها دستور. ومن أعراض وسلوكيات التخبط لدى نظام الجولاني أنه علق العمل بالدستور السوري السابق على زمن النظام السابق، لكن في كل المراسيم والقرارات التي يسطرها الجولاني يتكئ فيها على الدستور الذي علق العمل به وهو يعمل به. بمعنى هنالك تناقض فظيع في هذا الإطار. كيف أنت علقت العمل بدستور
وسننت إعلان دستوري مؤقت لتسيير الأمور، وما زلت ورغم إعلانك الدستوري المؤقت تستند في كل مراسمك وقراراتك وتوجيهاتك على مواد الدستور السابق اللي أنت علقت العمل فيه. من هنا تبدأ حكاية التناقض والتضليل والتخبط في أداء السياسي والقانوني لدى نظام الجولاني. ما في شيء شرعي، مش بس شرعي، يعني ما في شيء ينسجم مع المنطق والعقل والأخلاق وينسجم مع قرارات نظام الجولاني نفسه. ما في شيء. من ضمن الموضوع العملية الانتقالية مسألة الانتخابات. شو انتخابات يعني؟ نظام الجولاني أو اللجنة المعنية بالانتخابات التشريعية على أساس أنه راح يعني سينجم عنها انتخابات، ومن نتيجة هذه الانتخابات برلمان كي يصادق على القوانين، ينبثق من البرلمان حكومة، هذا البرلمان يعطي الثقة لهذه الحكومة، يحجب الثقة عن الحكومة أو جزء منها. كل التفاصيل في أداء الطبيعي للدول والأنظمة. يفترض أن يبتنى على هذه الانتخابات اللي هي انتخابات، هي مش انتخابات، هي موضوع تعيين بموجب الإعلان الدستوري وبموجب اللجنة الانتخابية. يفترض أنه في شهر سبتمبر المقبل أنه يكون هنالك انتخابات في سوريا. هذه اللجنة الانتخابية يعني زادت من عدد مقاعد البرلمان السوري من 150 إلى يعني إلى 110 مقاعد. 70 مقعد سيعينه الرئيس الجولاني، فخامة الرئيس الجولاني. 70 هو راح يعين أبو دجانة، يعين أبو دجاجة، يعين أبو بريس، أبو مريم المكسيكي، أبو مريم الأسترالي، وحر. فخامة الرئيس حر. هذا هو يعني الصلاحيات اللي منحها لنفسه بموجب الإعلان الدستوري تبعه. هو حر، ما في حدا يعترض. ورئيس انتقالي ومؤقت، ولديه صلاحيات السلطان العثماني سليمان القانوني أو محمد الفاتح، أو لديه صلاحيات الإسكندر الأكبر. لديه صلاحيات مين بتكون يعني أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني. هذا الاسم اللي يمتعض ويعني يتكهرب ويتنكرز منه الأمويون الجدد أنصار الجولاني. 70% سيختاره الجولاني. البقية 140 عضو مين راح يعني يتكفل بفرز وتعيين وتنصيب وتوليد اللجنة المشرفة على الانتخابات، اللي عينها كمان الرئيس، فخامة الرئيس الجولاني. يعني العملية من بابا لمحرابة، مسخرة ومهزلة ما سواها بشار الأسد. بشار الأسد في عز دين الأزمة وكان يعاني من انتفاضة ومن عمل مسلح وجيشه يشتبك مع الفصائل وكل القصص اللي انتم بتعرفوها فيما يتعلق بعملية التنصيب وفبركة
المهازل، مهزلة الانتخابات والاستفتاءات، إذا بتجيبوا بتقارنوا مهازل بشار الأسد مع مهازل أبو محمد الجولاني، يعني بتطلع اتنيناتهم مهازل، اتنيناتهم يعني مهزلتان تثيران القرف والإشمقراف، حاصل جمع الاشمئزاز والقرف، الإشمقراف اثنين، المهزلتين مهزلة بشار ومهزلة الجولاني نفس القصة، وتأتي مهزلة الجولاني أسوأ وأبيخ وأتفه وأحقر، ويعني سموها ما شفت، ما يعني ما سواها بشار الأسد. وسأذكر يعني بالتفصيل الفروق في هذا الحديث يعني بين هاتين المهزلتين. المهم هكذا سنشاهد ونتابع من الآن ولغاية إسدال الستار على مهزلة الانتخابات. بيسموها انتخابات مجلس الشعب، والعملية كلها تعيين بتعيين. رخامة سماجة رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت أصدر قبل أيام مرسوم وصادق على النظام الانتخابي. يعني ما بيخجل إعلام الجولاني من صياغة هكذا يعني أخبار. أي نظام انتخابي، هذا النظام كله تعيين بتعيين، ما في مجال لأنك تنتخب. أنت تنتخب اللجنة اللي بتنتخب مش الشعب. اللجنة التي عينها أحمد الشرع أبو محمد الجولاني هي اللي بترفع تقارير والسيفيات، نجيب فاتن رمضان ولا نجيب رديف مصطفى ولا نجيب عبد العزيز التمو، مثل كان طريقة نطق حسن الدغيام. نجيب مين أسوأ من هدلون الثلاثة، أكثرهم سوءا، أكثرهم قباحة، أكثرهم يعني طوبة زي للنظام الجديد، أكثرهم مديح لنظام الجولاني. مين أحسن واحد فيهم؟ نجيبه ونعينه هاد ولا هاد، ونعمله ممثل للأكراد. نجيب ليث البرعلوس ونعمله ممثل للسويد أو للدروز. نجيب ما بعرف واحد مسيحي. هند قبوات تقبلنا شوي، هند قبوات وتبرز مهاراتها وخبراتها. نجيب هاي اللي بأمريكا وبتحكي عن نظام سابق وبتحاول تعطي فرص للحكومة السورية الجديدة اللي لساتها جديدة وطرية، بدنا نمنحها فرص. ليش بتهاجموها؟ شو اسمها؟ قباني، شو ميساء قباني، نسيت اسمها. يعني هي اللي بتطلع هيك بهالوجه الشمعي وبهالاسلوب المنفر والمغنغن وتحكي وبتبربر. أيهم يعني في عند هاي الحكومة، حكومة الجولاني، عندها خيارات محدودة يعني جدا فيما يتعلق بالمحسوبين على المكونات. فراح ينتخبوا من هاي الخيارات المحدودة. إذن خيار الانتخاب محصور ومؤطر باللجنة، ليست له أي علاقة بالشعب السوري. أصدر فخامة الرئيس أبو محمد الجولاني رئيسنا المفدى يعني المرسوم القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. النظام الانتخابي المؤقت طبقا لما نشر يعني
لمجلس الشعب السوري يحظر على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية للترشح لعضوية البرلمان السوري. بالله عليكم، هل أحمد الشرع ما كان عسكري؟ ألم يكن يرأس فصيلا ألم يكن يرأس فصيلا عسكريا تكفيريا إرهابيا؟ بلى. إذا هذا اللي يعني هالنظام هذا اللي صادق عليه الجولاني يضرب نفسه بمقتل يعني، وليس شخص سياسي لم يأتي إلى السلطة من خنادق السياسة أو من الأكاديمية أو من الجامعات أو من الحراك النقابي، لا، أتى من الخنادق العسكرية ومارس العمل العسكري، ولم وليس خريج أكاديميات عسكرية، لكنه ضمن المعترك العسكري في الداعش والقاعدة والنصرة وجبهة تحرير الشام وكل هالقصص، ورجل عسكري. وكل من معه الأوبل هؤلاء كانوا عسكريين. الآن اللي راح يترشحوا وسيصار إلى انتخاب وتنصيب، ونخضع هؤلاء إلى هذا القرار، إنه هؤلاء عسكريين أم مدنيين. هؤلاء يعني قبل سقوط النظام السابق محلهم من الإعراب ماذا كانوا؟ كانوا عسكريين. أين كانوا؟ كانوا ضمن تنظيم تكفيري إرهابي متطرف. إذا هل ينطبق عليهم هذا النظام ولا لا؟ راح نشوف. طبعا لن ينطبق عليهم يعني. النقطة الأخرى، يحظر على المحافظين والوزراء السابقين الترشح لعضوية البرلمان الجديد، طبعا على الزمن السابق، لكن الوزراء الحاليين القرار لا يشملهم. طبعا المحافظين الحاليين القرار لا يشملهم، النظام الانتخابي لا يشملهم. إذا هل الموضوع هذا يشبه إلى حد كبير قانون اجتثاث البعث اللي صار بالعراق؟ يعني صحيح ما صار هيك قانون في سوريا اجتثاث البعث، ويعني أي شيء له علاقة بالبعث ما شفنا، يعني يمكن مصادرة أو وضع اليد على ممتلكات ومؤسسات حزب البعث وأرصدة حزب البعث، هذا وارد صار، بس قانون اجتثاث البعث أنه أي بعثي عسكري مدني ثقافي سياسي شو ما كان ممنوع المشاركة في العملية السياسية، صار في العراق. الآن يعاد تدوير نفس القصة في سوريا. هذا يعني كل مؤيدي النظام السابق من السنة قبل العلويين والدروز جرى إقصاء. إذن انتخابات فيها إقصاء بالمطلق وبالمشرمحي وعلى عينك يا تاجر. وراح يطلع لي واحد ويقول بيصير ويبرر ويبربر، تطلع لك ميس قباني. ميس قباني يمكن اسمها، شو فيها انتخابات من هالنوع صارت وبتصير بكل العالم، ويطلع لي واحد كمان، يطلع واحد محسوب على المسيحيين يقول والثورة الفرنسية صار فيها كذا وكذا. يا غبي يا جهل، الثورة الفرنسية كانت في أصلها، يعني اللي أسسوا ونظروا لهذه الثورة فلاسفة رجال فكر وتنوير، مش أنس الخطاب والبشير والجولاني تبعك. وهي الثورة الفرنسية كانت ضد الكنيسة، ضد سلطة الكنيسة، قبل أن تكون ضد سلطة لويس السادس عشر. أنت أريان التاريخ منيح، أنت عارفان شو عم تحكي.
واحد شفته هيك عم يطلع على إحدى القنوات السورية ويأتي ويعمل مقاربة ما بين الثورة الفرنسية فيما يتعلق بنظام الحكم والإدارة والمراحل الانتقالية، ويسقط الموضوع على نظام الجولاني. طبعا لأنه المذيع غبي وأهبل وما عنده الأرضية الثقافية أنه يدحض ويقاطع هذا الضيف ويقول له أنت غلطان يا حبيبي، أنت مش عرفان الله وين حطك، أنت فايت ب60 حد، شو جاي جايب لي الثورة الفرنسية بأسبابها بنتائجها بالمراحل الانتقالية وتسقطها على نظام الجولاني؟ ما بتزبط يعني. المهم، النقطة الأخرى في النظام الانتخابي آه النظام الانتخابي المؤقت يحظر دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد. هلا داعمي النظام البائد فهمنا، بس الاستقواء بالخارج آخر واحد يحكي عن الاستقواء بالخارج هو نظام الجولاني، لأنه نظام الجولاني ربيب النظام التركي، وتركيا دولة محتلة لسوريا، تحتل مناطق شاسعة من الأراضي السورية، وتركيا تحتل الحكومة السورية عبر رموزها وعناصرها ولقاليقها في السلطة، منهم حسن الدغيم وجماعة الإخوان والسلفيين والجولاني على البيعة كمان. صحيح في فترة من الفترات كان في هنالك ما بين مناوشات بين جبهة النصرة والنظام التركي، لكن حدثت هنالك تسويات. فاللي بيستقوي على قسد بالتركي بالخارج ونظام الجولاني. هذا النظام الانتخابي إذا سطرناه وعملناه مقياس وميزان يسقط، عملنا غربلة، كل عناصر الجولاني ونظام الجولاني يسقطون ولا ينطبق عليهم. يعني هم دعاة تقسيم، لأنه هم أول من قسموا وانفردوا بحكم إدلب، والآن أيضا يعني يقصون ويقسمون البلاد على هواهم وفق معيار طائفي محض. فالاستقواء بالخارج ودعاة تقسيم وطائفية تنطبق عليهم. إذن طبقا لهذا المعيار والنظام الانتخابي اللي صادق عليه الجولاني، نظام الجولاني ومن معه كل هالأوبة يسقطون، لا تتوفر فيهم الشروط، هذه الشروط التي وضعها النظام الانتخابي المؤقت لا تنطبق على الجولاني وعلى حاشيته وحاشية حاشيته، لأنهم أولا عسكريين، ثانيا لأنهم يستقوون بالخارج، ثالثا لأنهم دعاة تقسيم وطائفية. ورغم ذلك يعني تراهم على أساس أنه لا، هم طهرانيون، هم من الطهارة مش من طهران يعني، ووطنيون، والبقية يعني دعاة تقسيم وانفصاليين وما بعرف شو من المهازل هاي. يعني حتى الأنظمة والقوانين اللي بيحطوها لا تنطبق عليهم. يعني ما بعرف شو اللي بينطبق على هذا النظام الميليشياوي العسكري الطوبزي اللي بيطوبز لإسرائيل وبيطوبز لتركيا وبيطوبز لأمريكا وبيطوبز للروس كمان، بلشوا طوبزة وشوي تاني راح تشوفوا طوبزة المحترمة لإيران كمان، طوبزة شرعية، يعني طوبزة لها فتاوى، يطلع لك حسن الدغيم ويفتي لزواج المتعة بين نظام الجولاني ونظام الملالي. هون ملالي هون ملالي ائتلاف الأخوان والسلفية الجهادية، ملالي
نظام الولي الفقيه وخلاص والله يحب المحسنين وانتهت القصة. لماذا قلت أنه نظام الجولاني ونظام تقسيم هو الذي يدفع بسوريا نحو التقسيم، نحو تكريس واقع الحال؟ التصريح الصادر عن المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات يقطع الشك باليقين. قررت اللجنة العليا إرجاء العملية الانتخابية في الحسك والرقة والسويداء. طبعا أكيد دير الزور كمان مع الموضوع، لأنه دير الزور خاضعة لسلطة قسد. آه، اسم دير الزور غير مذكور في الخبر، لكن الواقع العملي يعني هل لحين عقد الانتخابات أو إقامة الانتخابات أو إجراء الانتخابات هل ستعود دير الزور إلى سلطة الجولاني؟ هي لا، أصلا لم تكن تحت سلطة الجولاني، كانت تحت سلطة داعش. دير الزور كانت تحت سلطة داعش وصارت حررها أبناء دير الزور والحسكة والرقة كردا وعربا تحت لواء قسد باسم قسد. تحررت دير الزور وخرجت من كنف وسلطة داعش أصدقاء الجولاني، وأصبحت الآن تحت سلطة قسد. لا أعلم أنا ريثما تجرى هذه الانتخابات هل ستعود دير الزور لسلطة دمشق أم لا؟ ما بعرف، لكن يفترض أنه الأربع محافظات دير الزور والرقة والحسكة والسويداء. المبرر شو هو؟ أنه لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. هلا البيئة الآمنة ما في مشاكل داخلية في تلك المناطق، يعني ما سمعنا عن مجازر إبادة جماعية في منطقة سلطة قسد مثل ما صارت في الساحل، مثل ما صار في السويداء. ما في هيك شيء، هبت لبت ما في. الهفل حاول يعمل هبت انطفى، طرد، هرب بطيحان، راح مطرح ما راح يعني، وهو وجماعته. فالمنطقة الأكثر أمنا على مستوى سوريا هي مناطق قسد. شو شرط لحين توفر الشرط الأمني؟ شو الشرط الأمني؟ هذا أولا. اثنين، يعني المنطقة الأكثر أمانا قياسا بدمشق وبحلب هي منطقة شرق الفرات، والسويداء على هذا الطريق. السويداء ستصبح منطقة آمنة إن خلت من سلطة الجولاني والدواعش فلول داعش والنصر وائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية. إن خلت المنطقة من هؤلاء تصبح السويداء منطقة آمنة على خطى مناطق شرق الفرات. إذن المنطقتين الأكثر أمانا واستقرارا حاليا وبالدرجة الأولى منطقة نفوذ قسد، وبالدرجة الثانية منطقة نفوذ أو سلطة السويداء وأبناء الكرامة وطائفة الموحدين دروز في منطقة السويداء يعني. فهذا الشرط يعني أنه ريثما تتوفر الشروط الأمنية لا. إذن حاصل هذه التعيينات
التي ستجرى في مجلس على أساس انتخابات مجلس الشعب، مناطق شرق الفرات هذه السلطة لا تمثلهم، الحكومة لا تمثل، البرلمان لا يمثلهم، الحكومة لا تمثلهم. كذلك الأمر أبناء السويداء. اللهم إذا اختار أبناء السويداء من يمثلهم في هذا البرلمان، ومن حق السويداء ومن حق قسد إجراء انتخابات حقيقية في مناطق السلطتين، سلطة السويداء وسلطة شرق الفرات بعد انتخابات تعيينات الجولاني، طالما هنالك إقصاء وفصل وتكريس للفصل بموجب هذه الانتخابات اللي على أساس هي انتخابات مجلس الشعب. هي مش انتخابات مجلس الشعب السوري، هي انتخابات مجلس الشعب السني، مجلس الشعب الأموي، مجلس شعب الأردوغاني، ائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية. يعني لن يكون مجلس شعب سوريا على الإطلاق، لا على زمن نظام بشار الأسد ولا على زمن نظام الجولاني. مهزلة ومسخرة، ويعني الذي يدفع باتجاه الانفصال وتكريس الانفصال، ويعني يدفع باتجاه الفدرلة إن لم يكن الانفصال، ونظام الجولاني. يعني الناس اللي عندهم هم استقلالي في شرق الفرات أو في الجنوب السوري في السويداء، نظام الجولاني يمدهم بالوقود، يقدم لهم الخدمات على طبق من ذهب. فما يجي واحد تافه حقه فرنجين يجي ويقول والله الانفصاليين الدروز الانفصاليين الأكراد، يعني تطلع 60,000 انفصالي أنت وزعيم الانفصاليين تبعك أبو محمد الجولاني. أكتفي بهذا القدر، ومعذرة على الإطالة، على أمل اللقاء في مواضيع أخرى تهم السوريين والشأن السوري بشكل عام. دمتم بألف خير.